اللي انت شايفه قدامك في الصوره ده صوره لاول مره يتم التقاطها لنظام شمسي حقيقي غير معدل بالجراف. فيها كوكبين بيدوروا حوالين شمس شبيهه بالشمس بتاعتنا، وعمرها حوالي 17 مليون سنه بس، وهي على بعد اقل من 300 سنه ضوئيه من الارض. الكوكبين دولت بيدوروا حوالين الشمس بتاعتهم على ابعاد خزعبليه مقارنه طبعا بابعاد الكواكب بتاعتنا عن الشمس. وعشان تبقى متخيل مدى البعد بتاعهم، في وحدات في الفضاء بيستخدموها اسمها الوحدات الفلكيه، الاسترونوميكال يونت، واللي بيتم الاختصار ليها بالاي يو. الوحدات الفلكيه دي بتعتبر المسافه بين الارض والشمس وحده فلكيه موحده زيها زي المتر، وهنقيس بيها المسافات في الفضاء على مدى اصغر من السنين الضوئيه. مثلا الارض على بعد وحده فلكيه من الشمس، المشتري على بعد 5 وحدات فلكيه من الشمس، زحل على بعد 10 وحدات فلكيه من الشمس. هو احنا ايه اللي جابنا هنا اصلا؟ الكوكبين. بص، الكوكب الاولاني حجمه اكبر من المشتري 14 مره، وبيبعد عن الشمس بتاعته 160 وحده فلكيه. الكوكب الثاني قد المشتري 6 مرات، وبيبعد عن الشمس بتاعته حوالي 320 وحده فلكيه. الصوره دي اللي لقطها مرصد VLT التابع لوكاله الفضاء الاوروبيه في دوله تشيلي في امريكا الجنوبيه، وتم التقاطها باستعمال تكنولوجيا معينه بتستخدم في التصوير الفلكي اسمها الكوروناجراف. ولو حابب تعرف ايه هي الكوروناجراف قول لنا في التعليقات، وممكن نعمل فيديو عنها بعد كده. وبس كده، لو شايفها معلومه مفيده ما تنساش اللايك والفولو.